عاشت سعاد ببيت عمها من كان عمرها تقريبا 4 سنين. بعد أن أبوها مات بحادث سيارة، أمها بعد فترة أهلها ما قبلوا تبقى بدون زواج لأن كانت صغيرة، وتزوجت أمها وأصبحت سعاد يتيمة ما عندها حد، فاضطرت جدتها أمها توديها لبيت عمها حتى تعيش عندهم. كان عمها متزوج وحالته المادية أقل من المتوسط، فكان لازم يشتغل عدة شغلات ونوبات يتوقف عن العمل، فأحيانا يقصر بالبيت وأحيانا يكون مريض. كانت مرته تعتني بجهالها أكثر ما تعتني بسعاد، فالاهتمام والدراسة كان لأطفالها بينما كان العمل على سعاد. فقضت أيامها وحياتها بهالبيت على الخدمة، وفقدت الحنان والعطف والرعاية، وهي كانت تعيش وياهم كوحدة ضيفة أو زيادة، يعني الاهتمام بها كان عادي. كبرت على هالوضعية، لا دراسة ولا اهتمام، وبالأخير كبروا جهالهم وأحوالهم صارت زينة فما عادوا يحتاجونها. أصبحت ثقل عليهم، وأول عريس كان كبير بالعمر وما كان مناسب أبدا، فزوجوها إليه حتى يخلصون من مصاريفه ومن ثقلها لأنها كانت تقريبا زيادة عن حاجتهم. كان هذا الرجل قاسي وكبير بالعمر، ما كان يعاملها معاملة حسنة، سلوكه وياها كان بالقسوة، فكانت تصبر بعد ما خلفت طفل ورا طفل وبعدها الطفل الثالث، فاضطرت سعاد تستحمل. كان شغله يوم إيه ويوم لا مثل عمها، هو أصلا صاحب عمها. مع الأيام كبر بالعمر وبدأ أعراض المرض تظهر عليه، قعد بالبيت. اضطرت سعاد إنها تعمل، كانت تعمل بالأسواق، عملت دلالة بالبيوت، خدامة، عملت أعمال كثيرة. ويوم من الأيام وهي قاعدة تشتغل بإحدى المولات تعرفت على شاب كان يعمل وياها بنفس المول اسمه عقيل، وهذا الشاب كان يعاملها زين ويسمعها كلمات جميلة. بعد فترة طويلة من المعرفة أبدأ إعجابه بيها وحبه إلها، كان يعطيها فلوس رغم أنه كان عامل مثلها ما تعرف شنو مصدر رزقه. ومع الأيام بدأ يستدرجها ببيته، بدأت علاقة حب على أساس، وبعدين اكتشفت أنه هو متعدد العلاقات، عرفها على رجال فعرفت أنه حياته هيج لعب وله. بعدين بدأت تسوي علاقة وياه ويا أصدقائه، كأن الأمر أصبح عادي بالنسبة لها، عدم فهم، عدم إدراك منها أنه هذا الشيء أكبر خطأ. بدأ زوجها يكبر بالعمر وبدأ يعتمد عليها اعتماد كلي بالمعيشة، كانت تأخذ من المول شوية ومن صديقها شوية ومن معرفتها بالرجال شوية، مشي البيت ومشي جهالها. مع مرور الوقت ملت من هذا الجو الخانق، أصبحت مستغلة بيه وعلى تلامسها بالناس وصداقاتها خارج هذا الوسط. مع شغلها بمواقع غير المول تعرفت على ناس جديدة، بدأت تعرف أنه هذا قاعد تسويه غلط وحرام. كانت ترجع للبيت ويشوفها زوجها هي الوحيدة اللي قاعد تصرف عليهم، الوحيدة التعبانة، رغم أنه عنده أخوة وعنده أهل لكنهم تخلوا عنه بعد ما كبر وتمرض، فكان الاعتماد عليه بدأ يتغير، فكان يعرف بيها تعبانة فاضطر يغير أسلوبه وياها، فكان يكلمها بلطف ويعتذر عن ما بدر منه بالسابق. هذا خلى سعاد تحس بالندم وتحس بهاي الخيانة اللي قاعد تسويها، وأنه ما يصير ولازم تكسب رزقها بحلال. مع الأيام راحت العقيل وقالت له إنه أنا ممكن أشتغل أي شغلة غير إني ألتقي بيك وبأصدقائك وأوصل لك المخدرات، هاي الشغلة أريد أبطلها. الكلام ما عجب عقيل وظل يضغط عليها وظل يحذرها، قال لها أنا عندي رسائل وصور ممكن أفضحك بيها وفضحك قدام زوجك. خافت سعاد بعد ما بدأ يزوجها يغير تعامله وياها، وخافت على أطفالها وعلى حياتها. اضطرت تكمل مع عقيل 3 سنة وهي تلوم نفسها وتفكر شلون تخلص من هذا الوضع اللي خلت نفسها بيه. ندمت وحاولت كل الطرق لكنه كان قافل، انه هذا اسلوبنا ولازم تستمرين طول حياتك. كان مسيطر، وكان حتى اصدقاء عقيل يشتكون من عنده. من الايام راحت سعاد البيت عقيل وشافته قاعد يشاجر مع صديقه يتعاركون على الفلوس، وصارت المشاجرة بالأيدي. سعاد بهاي اللحظة دخلت للمطبخ وجايبة سكين وضربت عقيل بالسكين. كان صديقه واقف من هذا الموقف لكن ظل متجمد، فهو طلع ولا هو حاول ينقذ عقيل لأن بالأساس هو أيضا يكرهه، ومع ضربتين بالسكين مات عقيل. صديقه قالها شنو هذا اللي سويتيه وشلون راح نخلص؟ قالت له أنت شريكي بالجريمة، إذا ما تساعدني نخفي الأدلة راح أقول إنه أنت شريكي. كانت سعاد بنيتها هي تقتله من زمان تخلص منه لأنه كان مشكلة كبيرة بحياة سعاد، مشكلة ممكن تنهي حياة. صديقه أيضا شاف الوضع وشاف الفلوس، بدأ يفتش بالبيت وياخذ كل اللي يريده من المخدرات. عاد دللته بأماكن الفلوس، بدأ يغسلون ايدهم ويتخلصون من السكينة. سدوا الباب وطلعوا من البيت. طلعت سعاد تدعي الله انه ما ينكشف امرها، تمنت سعاد انه تعيش حياة وبداية جديدة.